في ناس فاكرة إن التسامح ضعف، وإن اللي بيسامح بيتنازل عن كرامته. بس الحقيقة إن التسامح مش ضعف أبدا. التسامح قوة. قوة إنك تقدر ترد بس تختار ما تعملش كده. قوة إنك قادر تأذي بس تختار تسامح. قوة إنك تمشي بقلب نضيف مش مثقل بالغضب والمرارة. ربنا قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ربنا سماها عزم الأمور، يعني من الأمور اللي محتاجة عزيمة وإرادة وقوة نفس حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل مكة أخرجوه وأذوه وكذبوه ورجع فتحها بعد سنين طويلة، الناس كلها كانت منتظرة تشوف الانتقام بتاع رسول الله، لكنه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. جملة واحدة أنهت سنين من العداوة وفتحت قلوب كانت مقفولة من الغل. ده مش ضعف، دي قمة القوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كمان ربنا قال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وكأنه ولي حميم. يعني ربنا بيقول لك إن اللي كان عدوك ممكن يتحول لحبيب أو قريب. حتى إحنا في المثل الشعبي بنقول: ما محبة إلا بعد عداوة. راح راجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من إن خادمه بيغلط كتير، فقال له النبي: اعفو عنه في اليوم 70 مرة. تخيل 70 مرة في اليوم. بس ده مش رقم، دي رسالة إن التسامح مش موقف، ده أسلوب حياة. التسامح مش معناه إنك تسيب حقك، لكن معناه إنك تختار ترتاح، إنك تسيب حساب الناس للي ما بينساش وتكمل طريقك وإنت خفيف. التسامح مش بيغير الماضي، لكن بيغير نظرتك ليه وبيفتح باب جديد للحاضر اسمه السلام. دي كانت ديال لقلبك. سامح علشان ربنا يسامحك، وافتح قلبك عشان الخير يدخل، والقلب اللي بيعرف يسامح هو اللي بيعرف يعيش.